ازاي اخلي قلب زوجي يعشقني ودايما يحب الجلوس معايا، تبقى احب اوقاته معايا. ازاي ده يحصل؟ باني البيله احتياجاته. طيب احتياجات الزوج ايه؟ وبيحب يتعامل ازاي؟ الزوج بيحب الاحترام جدا، يحب اللي يحترمه ويكلمه باحترام، يحب اللي يقدره. عايزة تكسبي قلب جوزك بجد؟ قدريه، اديله مكانته المهمة على كل اللي حواليكي. هو اهم من اي حاجة. حسسيه ان هو راجل البيت، حسسيه ان هو راجل حياتك، هو رقم واحد في حياتك. الراجل بيحب كده. بيحب كمان ان انتي تعززي منه قدام اهله، بلاش تكسريه قدام اهله، بلاش تطلعي سره بره. ده ما عملش كده، او ما جابلناش كذا، او مقصر في كذا. لا، ما تقوليش الكلام ده، ولا تقولي كلام خاص ولا عام. يعني لا كلام يخص غرفة نومك ولا كلام يخص بيتك. جاب ما جابش، الكلام ده كله بلاش منه. بلاش تهتكي سره. كمان الراجل بيحب من زوجته نعم وحاضر. ما بقولكيش تكوني عبدة ليه، ولكن بقولك كوني ليه طفلة، دايما حاسس انك محتاجاله. شوفي انتي احساسك بابنك او بنتك وهما صغيرين، دايما محتاجينلك، ودايما بيحسسوكي بحنيتهم عليكي وخوفهم من البعد عنك. واي امر او طلب بتطلبيه منهم بينفذوه. هل هم بقى عبيد عندك؟ طبعا لا. انتي من خوفك وحبك ليهم بتوجهيهم للصح، او بتطلبي منهم الشيء اللي ما يزعلكيش ويتعبك، مش كده؟ يبقى الراجل بيحب من مراته نعم وحاضر، لان ده بيريحه وبيزيد من حبك في قلبه. الراجل يقولك انا عايز الست الطيبة اللي تريحني، تقولي نعم وحاضر. عايز اجي البيت الاقي راحتي، الاقي لقمتي جاهزة، مراتي مستنياني، وبسمة حلوة ووشي مفرود، مش جاي على نكد، وانا مبسوط وابص الاقيها هي قفلالي اليوم. اه، دي اخر مرة الصبح احنا كنا زعلانين. وانا هنا عايزة اقول لكم على مثال للحب. الزوجة دي كانت زوجة جميلة قوي، كانت بتحب، دي كانت بتعشق، وكانت مع زوجها لو وداها فين تروح معاه. يروح شعب تروح، دايما تقوله والله لن يخزيك الله أبدا. انت شفت ملك؟ تعال نروح لابن عمي ورقة بن نوفل، وهو يقولك ايه اللي بيحصل. والله لن يخزيك أبدا. ده كان حب وعشق السيدة خديجة لأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لسه ما تعرفش ان زوجها رسول ومكلف. صدقته ووقفت جنبه. زوجك جاي عنده مشكلة مع أصحابه، أو مشكلة في الشغل، أو مشكلة في أي مكان، انتي الزوجة اللي تطبطب وتطمنه وتقوليله كده إن شاء الله خير، ما تقلقش، سحابة وهتعدي، إن شاء الله ربنا هيكرمك. بس لو المشكلة مع أهله ما تتدخليش بينهم، عشان الداخل بينهم طالع. لكن طمنيه، هديه، مش أكتر من كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتفاهم لاحتياجات زوجته، وكان بيحتاج ايه من زوجته. سبحان الله، غاية في اللطف. بصوا، موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم السيدة عائشة قام بالليل مشي، وما كانش فيه أنوار بالليل زي دلوقتي. قام بالليل يمشي. السيدة عائشة قالت في نفسها سابني في نص الليل ومشي، راح فين؟ راحت وراه، فبقت يعني هي في جانب ظله، عشان لو وقفت في النور هتبان وهيبان خيالها. فلقيته وكأنه بيكلم حد. بعد كده هو هم بالرجوع، فرجعت هي البيت، رجعت وهي بتنهج من الجري. ما هي هتعمل ايه؟ ما هي جريت عشان توصل قبله. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم هتخبريني أم يخبرني الله؟ قالت له يا رسول الله، يعني انت مشيت بالليل وتركتني،
فانا يعني غرت. فقال لها انتي بتغاري عليا؟ فقالت له وما لي مثلي لا يغار على مثلك. ايه اللي حصل؟ هي عرفت انها غلطت، فقالت له ماذا كنت تقول يا رسول الله؟ هو عدى الموقف. لازم تكوني مع زوجك صريحة وواضحة، ما ينفعش تبقي متلونة، ما ينفعش تكذبي عليه. كارثة بصراحة. انا بعتبرها من اكبر العوامل لفشل العلاقة، ان الست تكذب على جوزها. تكذبي عليه ليه؟ على فكرة، ايه اللي هيحصل لما هتكوني صادقة معاه؟ في الصدق نجاتك. اخدتي قرار، عملتي حاجة، بوظتي حاجة، قولي عملت كده وتحملي اخطائك، وبعد كده صلحي، مفيش مشكلة. هو عمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة؟ هي صدقت وهي صادقة طبعا. فعمل ايه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عدى الموقف وسامح. الزوج بيحتاج صدق وصراحة، وانتي محتاجة منه يعدي ويسامح. مش واقفين لبعض على الوحدة. الفكرة في الأول وفي الآخر التفاهم. التفاهم بين الاتنين. الحب الحقيقي ان انت تفهم وهي كمان. من ضمن المواقف الجميلة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة سابق السيدة عائشة، كانت لسه رفيعة، فجرت وسبقته وهو سابها تسبقه. فلما بتقول هي بقى بتقول كده، فلما حملت اللحم، يعني لما تخنت، قال لها تسابقيني، فسبقها. فقال لها ايه؟ هذه بتلك. ده مهم قوي يا جماعة. لما انشط مراكز الذكريات الطيبة. عارفين فن صناعة الذكريات؟ لما تيجي انتي كزوجة او هو كزوج ناصح كده، وانتي كمان طبعا ناصحة، تنشطي المواقف والصور، الروايح، اللمسات، الاماكن اللي كان فيها زوجك انتي وهو في حال طيب. انتي تقوليله كده على فكرة احنا ما ينفعش نتخانق في الحتة دي، احنا كنا هنا متصالحين وبينا كذا وكذا، ما ينفعش نبوظها، تعالى نبعد شوية. خلاص هتلاقي الموضوع خلصت المشكلة. لو كان زعلان هيضحك، هيقول في نفسه كده ايه العبيطة دي، هيضحك. ودايما اعملي صناعة ذكرى حلوة بالخمس حواس دول. خلي فيه كلام حلو، ريحة معينة، لمسة حنينة. عيدي بينك وبينه الذكريات الجميلة. ايه اللي هيحصل؟ هيفتكر. طول ما انا بنشط الذكرى وبصنع ذكريات جديدة، طول ما انا عندي رصيد في بنك قلبه، وافضل انا عنده الحبيبة والصديقة والابنة المدللة. واتمنى لك حياة مليانة حب وخير ان شاء الله. وهنا جينا لنهاية الحلقة. ولو اول مرة بتسمعيني اتشرف باشتراكك في القناة وعمل اللايك وتعليق تشجعيني بيه. اشوفكم على خير مع كارمن. السلام عليكم.